تعرفوا ان المصريين غنوا اغاني عشان تبقى شفرات ضد الانجليز؟ طب ده حصل ازاي وامتى؟ اوعى البابا مستنيك، راح يتغدى ويفطر بيك. تخيلوا معايا سنة 51 قبل ثورة يوليو بشوية صغيرين، الإنجليز كانوا محتلين منطقة القناة والمصريين كانوا بدأوا حرب عصابات ضدهم. في يوم من الأيام مجموعة من الفدائيين كانوا عايزين يعملوا كمين لدورية إنجليزية في الإسماعيلية. المشكلة كانت إزاي يتواصلوا مع بعض من غير ما الإنجليز يشكوا، وهنا جت فكرة عبقرية من واحد اسمه حسن، راجل بياع فاكهة. قال لهم احنا المصريين بنغني طول النهار، مش كده الإنجليز مش هيفهموا حاجة من الأغاني بتاعتنا. يا عزيز عيني. فاتفقوا على إشارات سرية في أغنية يا عزيز عيني. لما يغني يا عزيز عيني يا غالي عليا معناها الدورية جاية من الشمال، ولما يكرر والله ما انساك 3 مرات معناها العربية فيها 3 جنود، ولما يعلي صوته في يا حبيبي يا اخويا معناها خلاص استعدوا. واشتغلت الخطة. حسن البياع كان ماشي بعربية الفاكهة بتاعته قدام الدورية الإنجليزية وهو بيغني، والإنجليز كانوا بيضحكوا ويقولوا المصريين دول بيغنوا حتى في الشغل، ومحدش منهم كان يعرف ان الأغنية دي كانت بتنقل معلومات عسكرية دقيقة للفدائيين، وبدل ما كانوا بيضحكوا الإنجليز بقوا يعيطوا.